السلام عليكم، شلونكم متابعيني؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله بخير وصحة وسلامة وعافية، إن شاء الله تكونون بأفضل وأحسن حال. وجيتكم بروتين بيه طلعة وبيه ونسة وبيه تفريزات رمضان بيه هواية تفاصيل، واليوم هسه أسولف لكم سوالف وخروفات. مثل ما تشوفون وصلتني هاي الجدورة اللي تجنن، وعرض لكم متابعيني 8 قطع ومميزات جدا حلوة. وهسه من خلال الفيديو راح أتكلم لكم عن مميزات هاي الجدورة، وهي مثل ما تشوفون 8 قطع، 6 جدورة وطاوتين اثنين، وبنفس الوقت السعر مالهن خيال بالنسبة للجودة مالتهن، والله فتشي زين. فهسه راح أحكي لكم بالتفاصيل. طبعا هنا من وصلتني الجدورة أنا دا أحضر على مود حضرت مواد الكبة. أريد أسوي تفريزات كبة رمضان، بس أريد أسوي كبة تمن وأخليها بالفريز. يعني مثلا فطور، أقلي كبة للسحور أكثر شي واحد يحتاج. فقلت أنا ليش وقتي يضيع بالطبخ والنفخ وأنا إن عندي شغل، ومنا أنا عندي ملتزمة بشغلات ودراسة ودوام وامتحانات. لا، خليني هسه نسوي التفريز، بس أسوي الكبة ما راح أسوي غير شي. كنت مقررة هم أسوي دولمة. بنات هاي الجدورة راح أشيلكم تفاصيلها. أول شي هي من ماركة طارخان، هذه وحدة. اثنين 8 قطع جرانيت الأصلي، الوزن ثقيل. الجدورة يبدي من 28 و26 و24 و22 و20 و18 و16 و14، هاي أحجامها. أنا دا أقول لكم الحجم حتى تميزون الحجم إيش قد يكون حجم الجدورة. طبعا القبق بايركس، اللون ذهبي، والسعر 55، والتوصيل مجاني لكافة محافظات العراق. طبعا كل هذا يتميز عندنا من وين؟ من الصفحة العالمي للأجهزة الكهربائية. هذا طبعا العرض فقط فترة رمضان وخلال أسبوع. طبعا هنا اللهم صل على محمد إجت الكهرباء، وأنا بلشت إنه أني أطبخ وأسوي الكبة. وأكيد بهاي الجدورة قدامكم راح أسوي بيها الكبة وأسوي باقي الشغلات. الجدورة القديمة كلها شلتها ضميتها وقسم منها انطيتها، وأكيد راح أستخدم خلال شهر رمضان المبارك وياكم هاي الجدورة. زين. بنات أنا دائما شنو أقول؟ أي شخص يجي يعلن عندي أنا أجرب البضاعة مالته. لما أنا أذكركم الأحجام مال الجدورة حتى أنتوا تميزون مثلا الأحجام اللي الموجودة، مثلا الجدورة اللي بمطبخكم، مثلا القياسات. إذا ما تعرفين بالقياسات أي أحد من عيلتك أكيد راح يعرف زوجك، راح يقول لك يعني هالقد حجمها. زين بنات، هنا أنا شنو سويت؟ حطيت التمن، غسلته وحطيت وياه بوتيته، وأكيد يعني كركم وشوية فلفل أسود وماجي وملح. زين. وهنا أنا راح أبدي أجي أطبخ بالطاوة. طبعا الطاوة هم حجمها 28، الحجم مالتها كلش كبير. شوفوا بنات، هنا أنا 1.5 كيلو من صدر الدجاج أنا ثارمته. قسم من عنده ثرمته محضرة الطعام وتندمت لين صار هيك مثل العجينة، والقسم الثاني لا، كله سويته بإيدي. وهنا أنا راح نبدي ونسوي الحشوة. أنا بالبداية ردت إني أسوي كوب التمن وأسوي جدورة 2 3 أخليهم بالدولمة بالمجمدة. بس بعدين قلت لا، أنا أسويها بسرعة، حتى إذا أريد أسويها للفطور أسويها بالليل وأخليها بالثلاجة وعلى العشاء، لأن إحنا مو بس دولمة، يعني مستحيل إنه بس نسوي دولمة برمضان، لازم تمن ومرقة وجزرية صغيرة دولمة. اللي يحب مثلا ياكل هيج أنا دائما أسوي. وترى مرتين لو 3 أنا أسوي برمضان، يعني مو هيج يومية وكذا. بس اليوم قررت إني أسوي. طبعا قبل كم يوم أنا نزلت لكم فيديو كنت مسوي بيه دولمة، بس ما راح أشارككم بالتفاصيل. لا، راح أشارككم التفاصيل هاي الكبة. الحلو بهاي الجدورة إنه ما يلتصق بيها الأكل، تاخذين أريحيتك حتى بتقليب الأكل مثل ما تشوفون. ودائما بهيج جدورة استخدمونهم مثلا يكون الخاشوقة أو التفجير يكون الخشب. وهسه ما شاء الله ترى هاي الأدوات موجودة بالسوق وبكثرة. يعني هسه أنا مثلا صح كنت قبل متعودة على الستيل ومتعودة على المعادن، هسه لا، هسه ما شاء الله الخواشيق واليدات هاي كلها خشب، ونقدر هم نحافظ على الجدورة أكثر بيها. أما هاي الجدورة بصراحة كلش حبيتها. دائما أنا شنو أسوي؟ أستقبل البضاعة، أشيكها، بعدين أرجع للمندوب. انتوا بعد اخذوا بكلامي وطلبوا من هذا البيج، وأكيد الرقم راح أخليه لكم على الشاشة. لما تجيكم تصلكم هاي الجدورة افتحوها شوفوها، إذا مو مثل ما أني أقول قوية وثقيلة، أبد روحوا رجعوها ويا المندوب. كلش بصراحة حلوة وعملية جدا، راح تخدمنا أكيد لسنين طويلة. هنا أنا أكيد لازم أثرم الكرفس، بس آخر شي أضيفه للحشوة.
وهالمرة ما حبيت أضيف لا شحم ولا طرف اليوم، ما أدري ما عجبني، قلت خلي أسويها هيجي هاي الكبة، لأن عندي ابني شوية يضوج من ريحة الليا وكذا، فقلت لا هالمرة ما راح أسويها. فشوفوني ضفت للحشوة شوية زيت على مود صدري دائما يكون ترى ناشف. هنا طبعا استوت عندي الحشوة، بس راح أعطيها تقليبة بسيطة وخلي شوي ينشف عليها يعني المي تكون فد مرة تنشف، وأطفيها وأخليها تبرد تماما لحد ما أبدي أسوي العجينة مالت الكبة. طبعا أنا راح أثرمها بال يعني شو اسمه بالماكينة، الماكينة اللحم. أنا دائما بس أستخدمها للكبة، يعني ما أستخدمها للحم، لكن أكثر شي للكبة. يعني أحس إذا أنا هسه أريد أجيب قيمة مباشرة من القصاب يثرم لي إياها وأجيبها للبيت. أكيد الماكينة مالتهم تكون أقوى، بس أكو ناس لا تحب تسوي هذا الشي بالبيت، وهذا الشي راجع لها. هنا دا أقلب بالتمن وما شاء الله هاي أكبر جدرية طبعا سوت لي كمية كلش كبيرة، وحسيت إنه أصلا زايد، اتورطت وطبخت كمية تمن زايدة. هسه راح أبدي أعجنها حتى نقعد نلفها سوية ونبلش. شوفوا هو صادف يوم خميس زين، وإحنا طبعا هذا آخر يوم جمعة، يعني هالفيديو هذا صور يوم الخميس بالليل وثاني يوم الجمعة. فقلنا خل نطلع زين، وأنا كنت قبلها يعني بالليل إذا نطلع لازم أسوي لي جدريد دولمة. يحبون بالسفرة بالطلعة والله يحبون الدولمة، يحسون الدولمة يعني هو هذا أنسب شيء، وأكيد لازم وياها فد يعني مو بس دولمة، لا دجاج شوي، سمك، برياني يعني. أكو ناس لا حتى تشيل مرق وتمن، وأكو ناس تطبخ هناك لما تطلع سفرات. والجو ربيع، وهذا آخر جمعة لنا إن شاء الله يا ربي يعود علينا بالصحة والسلامة بهذا رمضان. راح يكون الجو بارد وما زال الجو بارد سبحان الله. فقلنا يلا هاي آخر طلعة نطلعها ونتونس، لأن ذيك الجمعة اي سويت دولمة وما عادها ما سويت، فقلت يلا عادي خلي أسوي هذا المرة هم بعد دولمة، بما إنه جدورة جديدة وأحلى إعلان المتابعيني ليش لا. طبعا سبحان الله أنا والله كنت محضرة كامل مواد الكبة، وحتى على أساس أكو ناس تريد تجي تساعدني بس ما ساعدتني، غلست لا والله مو غلست، بس طلعت خطية عندها شغل. هنا أنا شوفوا سويت 60 كوباية، خليتهم بالمجمدة شوفوا بورق زبدة، وحطيتهن بصينية، وناس يعني هيش سويتهن طبقات أخليهن يجمدن، بعدين أضيفهن بأكياس غذائية. هذا ذا قال لي 6 7 صدق الظل برمضان يا ما شاء الله الخير يكثر. وهنا بالصينية السوداء هذا قليتها للعشاء، وأبو يونس كان بكركوك هم جايبين لي لحمة بعجين بطريقة. هنا شوفوا صار عندي واهس إني أسوي الدولمة، وقلت خلي أشاركها ويا متابعيني، هيش لقطة بسيطة بس إني أحضرها وأنطيكم اللقطة السحرية مباشرة. أشوفكم لفيتها بهذا الجدر اللي يكون أصغر من الوسط، ما شاء الله يعني تاخذ الجدر مالتهم عميق ما شاء الله يعني. وهنا لازم نغسل المواعين كامل، يلا تعرفون انتو سويت الكبة وتعب لف الكبة المطبخ يصير هوسة، واكيد غراض الدولمة. أنا من النوع اللي شغلي ترى سريع وأخلص بسرعة، بس أثناء التصوير لا لازم واحد ياخذ وقت، مهما يكون هذا فيديو لازم نرتبه للمتابعين. هنا الحمد لله شوفوا الكهرباء قامت تطفي بالنهار وتجينا بالليل، بس صادف ما أدري يوم الخميس بالليل إجت، فقررت إني أسوي الكبة وأسوي الدولمة. قلت في حال ما تجي الكهرباء أخاف يوم جمعة، كنت حايرة. المهم في يوم جمعة كان بوقتها أكو عطل، العفو عطلة، فما طفت الكهرباء، لأن كانوا بوقتها عندهم صيانة إنهم على أساس أكو تغيير وايرات، فبالنهار يطفونها وبالليل يجيبونها لمدة أسبوع أو 5 أيام. فكنا كلها شايلة هم يعني واقفة انذار إنه الكهرباء بالنهار طول النهار هي ماكو. هالشي صعب صراحة، يعني نفقد المي الحار باردة، ما أعرف شلون يعني، مو مثل ما أعرف إذا بدون كهرباء صعبة، وإحنا هنا مولدات ماكو فشي صعب صراحة. المهم هنا طبعا هذا الزاهي يكون مثل الضغط مثل البخاخ، كلش حلو اشتريته، وأحس حتى بأثناء العمل يكون سهل علي. وأكيد شوفوا نظفت المطبخ، وثاني يوم قعدت هنا غسلت الدجاجة نظفتها، وهنا راح أسوي برياني. بالبداية ردت أسوي تمن ومرق، بس قلت أنا أشيل تمن ومرق وياي بالسيارة ورايحين سفرة
ما ترهم أسوي برياني هم كلش طيب والعيلة تحبه. بما إنه موجود دولمة ما أضمن اللي ما يحب برياني ياكل دولمة، بصراحة أكلناهم الاثنين. وأنا دائما أقول أبو يونس ما يحب هالقد البرياني، فالدولمة لا يحبها فمطمئنة. هنا طبعا بالجدرية الوسط خليت الدجاجة وورا ما تريقت بديت بلشت، وهنا دا أشرب الشاي ودا أصور لكم بعد شو تريدون مدللين انتو. هنا من بدأت تفور وشلت الزفرة راح أضيف لها بصل للدجاجة، وأكيد أحط البهارات اللي تعجبني. هنا أنا بس ضفت فلفل أسود، بس شوية فلفل أسود، وضفت عليها ملح وشوية زيت وخليتها تفور، لأن المي مالت الدجاجة أريد أسوي بيها البرياني، يعني أطبق بيه البرياني. بما أنه شلت الزفرة وتشوفون المي مالها صافي ويخبل. هنا أنا راح أخليها تفور تماما. فأنتوا احكولي متابعيني سويتوا ما سويتوا، جهزتوا رمضان، تسوقتوا. طبعا هم أنا أريد هم أروح إن شاء الله هم أشتري شوية قسم شغلات، يعني مسواق، مو ديكورات، ما ديكورات رمضان لا والله. أما ركن رمضان إن شاء الله راح ينزل لكم بالفيديو اللي يجي، إن شاء الله راح ينزل لكم ركن رمضان. هنا أنا عندي هاي اشتريتها اللي هو يكون بوتيتا وبازاليا وجزر، فقلت أنا من زمان مشتريتها خلي أسويها. وهنا أنا أكيد البوتيتا لازم نسوي بوتيتا، نكثر البوتيتا. دائما العيلة عيلتي تحب البوتيتا، تحب دجاج، ما تحب المكسرات، بس اليوم ضفت كل شي وكلاشي. وهنا أنا طبعا شوفوا بيت عيالي قالوا قلت حضرت، يعني شو مثل ما نقول هيرتهم، احنا نقول هيرتهم تجون ما تجون على السفرة نطلع سوا. هذا آخر يوم قالوا ما أدري تنشوف. طبعا على الخير اشتروا هم السيارة، حماي اشترى السيارة، فقلنا لهم يلا انتوا بسيارتكم واحنا بسيارتنا. سبحان الله حماي ما ادري ايش سووا للسيارة، ووقفت السيارة ما ادري يعني ما اشتغلت. المهم فقلت لهم انا ترى والله مسوية دولمة ومسوية برياني خير من الله. قلت لهم انتوا كل شو اللي تجيبون؟ فقالوا لا والله يعني انتوا روحوا واحنا ما نجي. المهم هيرت عمتي وهيرت الجهال، يعني ولد حماية. بس للأسف إنه يونس إجا ويانا، بس قدرنا ناخذ عمتي وناخذ أحد من أحفادها اللي هو منشد، ما قدرنا ناخذ الخطية البقية، والسيارة ما تكفي. وقالوا إحنا بس تصلح السيارة نلحقكم، وما لحقونا. شو نسوي بعد؟ المهم هنا أنا راح أبلش أسوي بجدري الكبير. راح أسوي البرياني. هنا أنا أكيد ضفت الزيت وضفت الشعرية نحمصن، وهنا أنا نقلل البوتيتا وجدرية مالت الدولمة على النار، وسلكت الدجاجة بأحد الجدار. يعني شوفوا يعني لو تسوون أكثر من طبخة، طبختين 3 هاي الجدار تكفي، زائد للطاوات، يعني طاوة صغيرة تسوين بيها بيض، تسوين بيها طماطم حمص، الطاوة كبيرة تسوين بيها أي حشوة تعجبك. والكمية يعني إذا هم تاخذ أكثر من 2 كيلو لحم، أنا ضفت 1.5 كيلو وتقريبا نص كيلو بصل، وما شاء الله أحسها فارغة. فما شاء الله على هاي الجدورة، أخذوهم بنات وسعرهن مناسب، 55 و8 قطع. شوفوا بنات أكو بيجات ينشرون نفس العدد والسعر أقل، بس لما يصلونكم والله عبالك تنك مو جداري، يعني ما يفيدن. احنا ترى نعرف وجاينا بضاعة ومرجعين، ومو كل شي نعلن، ومو كل شي مصداقية. فاليوم من وحدة عندها متابعين أكيد ما تنشر لكم شي هيج من كيفها. هنا طبعا مية الدجاجة ضفتها على البرياني يعطيكم طعم كلش طيب. وأكيد ضفت البهارات اللي أنا دائما أستخدمها مال البرياني. دائما أحب البهارات اللي يكون لونها جوزي أو أصفر، ما أحب غير لون، بس أكثر شي جوزي، بس ما كان متوفر عندي البهارات اللي لونها بالجوزي. راح أغطي الجدرية ومن يستوي التمن. طبعا هنا أنا ضفت المكسرات اللي عندي، قليت الجوز وأكيد البوتيتا والدجاجة فتفتها كامل وخليتها وغطيت حتى يبقى التمن جوا حار، غطيتها بهذا الشكل. وهنا أنا أكيد سويت الزلطة، شلت لي خضرة شوية أدري ما حد ياكلها بس شلتها. هنا أنا شلت القوري المفضل عندي، الشكر، الشاي، المملحة، الليلون السفرة. المهم شلت كل العدة، وهنا أنا منطلقين حتى نروح.
جميعا بالدوام واحنا نطلع وحدنا. شوي بس. غريب يفقدون. وخر شيل شيلها. طبعا متابعيني هنا الأجواء كلش حلوة لأن ما بقينا بداخل الدبس، لا رحنا الكوبري، وهاي منطقة سياحية كلش حلوة تجنن بنات. على المي، الخضار، الناس هين وهناك، كان كلش ازدحام بس كانت صدق ونسة. يعني الناس فرحانة متونسة بالربيع، متونسة بهاي الأجواء بهاي الشمس الحلوة. فبصراحة كلش تونسنا، قعدنا ناكل ما توقفنا أبد. وهنا أكيد ورا الأكل لازم نحضر الشاي. وهسه راح أخذكم على أبو يونس لأن هو هاي مهمته، كل مرة هو يحضر لنا الشاي. بس بنات لو أشوفكم الأجواء فتشي، الناس ما شاء الله يعني هين وهناك، يعني مقابيلش ناس وراك ناس، كلش كلش حلوة القعدة، الناس كلها متونسة. يا رب إن شاء الله دوم هاي الأفراح ودوم هاي الونسة ودوم هاي اللمات. يعني صح يمكن واحد ما يعرف الثاني بس هيش تحسونها إنها صدق أجواء عراقية. وهنا نشوفوا هاي المي، هاي المنطقة كلش حلوة. والمقابيلنا يعني يسمونها الغابات، بيها خدمات كلش حلوة، والناس فرحانة بهيج أجواء. أنا كلش تونست، وأكيد إن شاء الله أنتم هم بعد تونستوا ويانا، أخذتوا هيج طاقة إيجابية. وأشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد، وإن شاء الله تكون أجواء رمضانية. ومع ألف ألف سلامة، باي باي.